بنحييكم من على الكنبة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مركز شباب السينما. معانا وجه قديم بس مش قديم قوي بينضم قديم بس لنا. جديد. قديم بس مستر قديم. باسم. هاي. هاي. معانا من اليمين للشمال رامبو وباسم بطوط وثروت. رامبو وباسم هتسموا التيم بتاعكم ايه؟ مجدي تختوخ. ماشي. وبطوط وثروت صلاح معارك بقى يلا آه عشان يبقى اصل توشكا هيتهزق يعني. صلاح معارك. لا صلاح معارك. تمام. الحلقه بتاعتنا النهارده هيبقى تحدي 3 يكسب. الفقرات زي ما انتم عارفين هنبدا الاول بالاكس او. معانا دكتور نور هو اللي محضر الاسئله فايه ينطلق عودة بالظبط استوديو التحليلي. ينطلق المايك من عندي لنور ومعاك المايك اتفضل. نطير مع بعض. ماشي. شكرا. شكرا. بالظبط. نبدأ مع بعض باكس او. يلا يا باشا. اكس او النهارده جميله. لا الاسئله سهله بصراحه، انا جايب اسئله سهله عشان برضو الحلقه تبقى حلوه يعني. عايزين نشوف بقى مين اللي هيبدا اللي يجاوب. عايزين نعمل روك بيبر سيزرز. نعمل انا وبيس. انزل يا بيسو. ارفع ايدك بس. ايوه بيسو كده. ماشي. مرتين. مرتين والثالثه. 3 يا معلم. مرتين 2 في الثالثه. ايوه لا يا عم لا ايه يا عم. دي هي طبيعي. خلاص. روك الطبيعي بيبر منه. سيزر. في الطبيعي منه. امال هي ايه؟ اصلا قول والله. ايوه ماشي يلا 5 4 3 2 1. يخسر يا معلم. لا ده ايه ده؟ لا ايوه حجر ومقص. مش مقص حتى لو صباعه هيتكسر يعني. كسر. ده ايه ده؟ ما انا مش عارف ده روك ولا سيزرز. بيستظرف فيخسر. فريق صلاح معارك اللي هيبدا. تحبوا تختاروا رقم كام؟ واحد يا باشا. واحد يا سيدي. بيقول ايه؟ بقول لك ايه، هو زكريا ما حاولش يتحبرش بيكي؟ لا زكريا تبارك الله قمه في الاخلاق والادب، وانت قمه في قله الادب والسفاله انك تفسريها في وشي كده. نادي الرجال السري. غلط. تبقى غلط. ماشي. طيب خلينا نطلع فريق مجدي تختوخ 9. 9. انت جايز ما تعرفنيش بس اكيد تعرف صبحي كويس، يعني اكيد عارف ان وراكم لحم. وانت بقى مين عامكم اللحم؟ تيتو. صح. اجابه صح. اجابه صح. انا طيب هما ياخدوا اكس عند 9. ماشي اكيد. طيب فريق صلاح معارك اختار رقم 3. 3. هات يا واد سهلوك كوز الفناء بتاع القلب السريع، واجب اعتذار للافنديه. عبود على الحدود. صح. اصل انا كنت عايز اسهلها واقول ايه باك فاير بسرعه بس قلت مش انت مستني مش أصلاً. فاهم ال 11 سؤال ده واحد منهم. لا والله. اوكي ماشي انا بقى كنت اقول لك عارف اسم الفريق سلهوب صلهوب اصلا. اوكي اساسا بقى. ماشي يبقى كده اوف 3. اوف 3. ماشي فريق مجدي 7. 7. حظكوا حلو. السؤال ده انا حاسه سهل جدا يعني. ماشي. انت حاسه سهل. ده سؤال في فيلم. في فيلم الناظر. في المسابقه اللي هي كانت بين المدرستين، في بنت جاوبت سؤال، ولما جاوبت علاء ولي الدين قال ايه؟ حد يقتل البنت دي. السؤال ده كان في ايه؟ يعني الماده نفسها كانت ايه؟ نقول العلوم. هو غلط. اجابه غلط. انت قول انت. ماشي ما احنا يلا كنا 7 قشطه. 7. هنجيب 7. ماشي سؤال 7. افتكرت. طب جاوب السؤال. قول يا اسطى. عربي نحو. صح. انا كنت عايز اسمع نحو بصراحه. جاوب او حاجه نحو. يعني تقول مفعول به. حد يقتل البنت دي معروف. سؤال 5 بقى. سؤال 5. زنقناهم يا اسطى. ماشي هو سؤال 5 لازم يبقى سؤال صعب يعني. اكيد طبعا. ده سمعتها فين؟ خلاص انا راجل قليل ادب. انا راجل ايه؟ قليل ادب يا فندم. وانت ممثل فاشل. انت ايه؟ سيادتك قليل ادب يا فندم. خمسة. 5.
حملة فريزر. نايس. ايه؟ اجابه غلط، اجابه ما غلط، تهزرش. اجابه غلط والله، اجابه غلط. حملة فريزر انا كمان. كده يبقى كل واحد فيهم جاوب اجابه غلط في 5. مش 6. سؤال 6. ماشي انت هتعرفه ده، رامبو يعرف السؤال ده. ماشي. ده سمعتها فين؟ بس انا وانت هنختلف يا عطيه. ايه؟ معلش كان في حوار داير بس انا كمل. ماشي. كنت بقول له طيب. طيب. سؤال كده. طيب سؤال 6. طيب بس انا وانت هنختلف يا عطيه. انا ما اختلفش معاك مع سيادتك ابدا، يعني هتبدا تختار الاثنين ليك يا باشا. بس على ايامنا ما كانش فيه اجسام زي قول له هجاوب انا طيب. قول له يا علي عم. الوزير. عطيه صح. دي مفيش عطيه في فيلم في مصر غيره. كنت مش عايز اقول عطيه بس بعد كده قلت اقولها عشان اسهل يعني. لا مش فاهم. يعني هي الكلام واضح عطيه دي واضحه. في ناس ما اتفرجتش على معالي الوزير على فكره. ماشي. انت كنت عارف عارف معالي اتفرجت الوزير؟ على ربعه مثلا يعني. بس صلاح معارك يختار فيلم، يختار قصدي رقم. نجرب تاني نشوط. لا خلينا ناخد حاجه زي ماشي نزود. هشام عبد الحميد. ماشي ايوه هو ده 4. 4. ماشي. يبقى فيها وزير. ماشي. 4. ده سمعتها فين؟ ايه ده كله؟ ده انت طلعت جدع قوي. دول فيهم 20 ليك، الباقي بقى وانت راجع تعدي على الجياره تجيب لي نص تمن بانجو اسماعيلاوي عرانيس. دول 2 بيتكلموا. العرانيس دي نص تمن بانجو اسماعيلاوي. طيب ده سؤال 4. مش فاكر. 2 ولا 8 عشان انا مش فاكر دلوقتي لا 1 ولا 4 ولا 5. يلا 2 يا باشا. طيب سؤال ايه؟ 6 اهو جبته. سؤال كام؟ سؤال 2. حظهم حلو قوي، حظهم حلو والله. مش ممكن يعني، مش ممكن. هو باسم بس انا اللي بختار الارقام. انا اختار الرقم وهو يجاوب. طيب سمعتها فين؟ اول ما اقول الافيه المفروض اسمع علينا. سمعتها فين؟ اديني اللي وصف الدين لو سمحت. ماله؟ اتشال في الحلقه الاخرانيه، امال ما قاليش يعني. اتفضل يا باشا. متاكد بس ولا جواز بقرار جمهوري. اجابه غلط. قلت لك قول الاول عشان غلط. تقولش اجابه ثانيه، ما تسمعش. اتقل بقى خلاص عشان انت كده خلاص اوت انت. طيب. معايا بس الاول. فريق معارك. احنا هناخد ده نجاوبه ولا ده؟ خد 5. انا عايز اشوط في 5. هنديهم فرصه. قول السؤال تاني بقى. ماشي 5. خلاص انا راجل قليل ادب. انا راجل ايه؟ قليل ادب يا فندم. وانت ممثل فاشل. انت ايه؟ سيادتك قليل ادب يا فندم. جواز بقرار جمهوري. غلط. غلط. كده هم ما لهمش 5 كده. مالهمش طيب 5. خلاص يبقى احنا 2. ماشي سؤال 2. جاوب 2 عريس من جهه منين؟ صح. حسب يا الناس. والله العظيم عارف. اقسم بالله. لا اكس. انا اسف. لا ماشي. صراحه. طيب بقول لك كده انت خلاص. مش حاسسها قوي في ودني بس معانا 10 ماشي. ثواني. ماشي. طيب صلاح معارك اختاروا رقم. 8 بقى. ماشي. ده سؤال في فيلم. اغنيه مين في الحياه دي ما اتولدش بريء بتاعت خالد عجاج كانت في فيلم ايه؟ خارج على القانون. صح. ماشي يبقى كده اهو في 8. ماشي. 4 ده تقال. انا 4 ده مش فاكر كان انا 5 ده مضايقني بتاع النص طن بانجو. اه. و1 ده بتاع زكريا ما اتحرش ولا عمل حاجه. و5 ده اللي هو أنا بتاع عندي الممثل. مش عايز نقول شك. 5 تاني دلوقتي عشان 5 لو جاوبناه احنا لنا 2 سترايكس بس. ايوه فاهم. 1 و4 و5 أيوة. تمام. وانتوا قلتوا 5 بس. وهم ما لهمش اساسا 5 5 خلاص، هم لهمش 5 تاني خلاص. فكده ضمننا ان هم ما لهمش. وانتوا كده متعادلين، فلو ما حدش جاوب حاجه تانيه يبقى البتاع ده هيتحسب تعادل. عندك اي فكره اساسا في اي واحد منهم؟ اي هبدا حتى؟ طيب دلوقتي هم اللي عليهم الدور. انا لسه بقول دلوقتي الدور على مجدي تختوخ. اختاروا اختار هقول اللي اختاروها هقوله لكم تاني برضه عشان تفتكروا. احاول ادي سنه اداء لو هتفرق في حاجه يعني. 4. ايه ده كله؟ ده انت طلعت جدع قوي. دول فيهم 20 ليك، الباقي بقى وانت راجع تعدي على الجياره تجيب لي نص تمن بانجو اسماعيلاوي عرانيس. لا مفيش خالص. كفايه؟ ما عنديش اي جس. طيب ماشي. كده احنا سترايكين هنا. 4. 4 اللي انا لسه قايله ده. انا ماشي. مش معاها غلط برضه. اجابه غلط. احنا هو عليه؟ بنحاول يعني. عليه؟ أنا بحاول. انا مش انت قلت ايه؟ معاهم. انا مش معاها. جرب 1. ما هو احنا واحد ده اللي لسه فاضل لنا فيه. زكريا ده ما انا مش فاكره.
هو واحد ده احنا اللي كنا اتسالناه برضو اصلا قبل كده. في الاول اوريدي خالص. لينا احنا كده كده لينا اشتراك هنا. احنا اللي اخترناه احنا اللي اخترناه. لا واحد اهو. واحد هم اللي اختاروه. هم اوكي. انتوا ما سالتوش. بقول لك يا باشا خلاص هات واحد يا باشا. ولا ماشي. هاتين. أقول لك موسى. بقول لك ايه، هو زكريا ما حاولش يتحبرش بيكي؟ لا، زكريا تبارك الله قمه في الاخلاق والادب، وانت قمه في قله الادب والسفاله انك تفسريها في وشي كده. ولا الهوا ولا الهوا مش حتى حاجه. طيب خلاص. دي ثواني عشان كده بس هي ممكن يبقى فيها اداء. قولوا تاني كده معلش واحد. بس مش هدي فيها اداء، انا اقولها عادي يا جماعه. عادي ماشي. بقول لك ايه، هو زكريا ما حاولش يتحبرش بيكي؟ لا، زكريا تبارك الله قمه في الاخلاق والادب، وانت قمه في قله الادب والسفاله انك تفسريها في وشي كده. طيب دول 2 ستات صح؟ ما هي دي اللي هنعملها. غير كده هيبقى الراوند خلص. عايز تسمعه؟ مش اسمعه يا باشا. لا، ما هو انت دلوقتي بتدور على حد ممثل. احمد حلمي طلع امتى ممثل في فيلم اصلا؟ فاهم قصدي؟ في اللوجيك هو بيقول له انت ممثل فاشل. حد كان طالع مش هو اللي طلع، هو اللي بيقول. السؤال نسال السؤال هو اللي بيقول. هنهزر. في اتنين بيتكلموا. ماشي. خلاص، انا راجل قليل ادب. انا راجل ايه؟ قليل ادب يا فندم. وانت ممثل فاشل. انت ايه؟ حضرتك قليل ادب يا فندم. انا هزعل قوي لما اعرف اجابه السؤال ده. هزعل فشخ. طيب الفيلم ده ايه؟ بسرعه. لا خلينا نقول بقى. استنى. اهدى كده وابلع عليها. مضايقاني قوي. كده يبقى الفقره الاولى في اكس او انتهت بالتعادل، لان كل فريق جاوب 3 اسئله ومحدش فيهم طبعا عارف يجيبهم قدام بعض او بالورد او اي حاجه. فكده ايه ده؟ ايه ده؟ كده الفقره الاولى تعادل. نبدا بقى نشوف بقى الاسئله اللي ما اتجاوبتش. الفقره الثانيه في اكس او فريق مجدي تختوخ هيبدا يختار سؤال. رقم كام؟ 9. سمعتها فين؟ طب حضرتك امكانياتك ايه؟ يعني في ايه؟ مرحله التكوين، بكون نفسي جنين يعني. انا فاكره مش عارف. انت عجبك اللي فين؟ فشخ انا ما اعرفش ايه ده، اقسم بالله، بس انا ما عجبني ده. طيب مش هنقول 9 9 ممكن يعني هنجرب يعني. قصة الحي الشعبي. الله يسامحك اللعيبه. ده انت بص كمان. مستحيل. اسم الممثل الضخم ده انا مش فاكر. بكون جنين يعني. اشرف. انا مش فاكره. نايس قوي يا بطه. هو اللي فكرني ان هو طلعت زكريا. اجابه صح. ماشي كده هم اختاروا 9. يبقى كده نرجع لمجدي تختوخ عشان نبقى قافلين الدنيا واحنا وحظنا بقى. بدري. يلا 5. سؤال 5. ده سؤال في فيلم. في فيلم اسف على الازعاج، لما احمد حلمي كان بيوصل منة شلبي لبيتها، اكتشف بعد كده ان ايه البيت اللي كان بيوصلها البيت اللي كان عنده شقه مأجرها فيه. اجابه صح. ده 5 يا راجل يا فاجر. ده 5. ايوه ده سؤال 5. والله مش على سهل. فكره ده صعب. مش سهل والله مش سهل. البيت اللي ايه؟ كان عنده يا شقة راجل عنده بيت فهو كان بيروح عشان ياخد الايجار. الفيلم يا ابن ما فيهوش اللعيبه. احداث قلت ايه الاجابه دي مش اصلا؟ كل الناس سؤال واضح قوي. باشا الاثنين ما كانوش عارفينها. الاثنين ما كانوش عارفين. نسيها بصراحه. ما زميلك نفسه ما كانش فاكرها اهو. سهل قوي على 5. سهل قوي على 5. انا الواليه الحمراء ده بزياده. انا متاكد لو سالت واحد هيبقى اصعب منه. طيب ما لازم لا بينوع لا سؤال يا سهل قوي والله. بينوع. 3 صح. سؤال 3 حلو. 3 سمعتها فين؟ اتغندروا. اسمع تأثير. انت منين يا؟ الدور والباقي على مراتك انت، مدام رزان، نانسي، لسه، ولا انت بتسميها ايه لما بتبعتها مشاوير؟ المصلحة. مصلحة. ايوه اهو. سؤال جميل. وش صح. صح نايس. كده 3 لما احمد سؤال حلو. ماشي. لازم 6 لازم. طبعا. مش عارف 6 وربنا يستر. سؤال لا يا راجل. لو بعد كده راح عاود له الحصان. يا مصر. اختاروا ايه بقى؟ سؤال انت 6. متضايق عشان هو سؤال سهل؟ اكيد يعني 6 اكيد. سؤال كده أكيد اكيد سهل. عليك. سؤال سهل. ماشي. اوعى تندفع. روح يا دي يا باشا. على على طول. خد ريسك.
انا لازم بس بروح تشاورني الفريق. بس. لازم أيوة، شاورني نبقى كده. بروح الفريق. مش مشكلة. انا كنت عارف الفيلم اديني بس يعني لا ما اعرفش. سؤال 6. ايوه انت قاعد بتتاجر في المخدرات قطاعي صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس هنكر. كيت كات. هقول سؤال سهل انا حظ والله بيختار اسئله سهله. الهرم. خلاص انت حتى لو مش فاكر الفيلم كله هتفتكر صح بس هنكر دي. هو هو بيقول له اصلا. لا بس في ناس عارفه الافيه بس ما تعرفش الفيلم ايه. ايوه فاهم؟ اصلا المشهد نفسه ما فيهوش حد من المشهورين في الفيلم. ما عشان الميم التاني المشهور بتستعماني هرم. انا لو افتكرت الكوميك اللي معمول بستايل نجاح الموجي ده، هو ما طلعش كده غير في الفيلم ده. ده لو حد ده عارف اللبس بقى. ده. لو حد عارف بقى لا في جنريشن يعني ما فيش يعني في جنريشن عارف في الافيه بتاع صح او هنكر ده بس ما يعرفش الفيلم ايه ولا شاف المشهد قبل ما اعرفش نجاح كده. الموجي أيوة. اصلا. 4 اكيد انت مضطرين. عارف ان نجاح الموجي ده التوينز بتاعي. شبهك كده فيك شبه منه. سمعتها فين؟ بقول لك ايه، محدش قال لك قبل كده انك قواد؟ ايه الشتيمه دي؟ لا دي مش شتيمه، دي معناها انك معرف الناس ببعضيها. هم مش 10، انت بتعد 5 ليه؟ الفلوس؟ بص انا عارف الافيه بس انا انا مش عارف هي ولا لا. المشكله ان هي معرف الناس على بعضيها دي ودتني في حته تانية خالص. هو بيقولها كده. ايوه ما انا عارف بس هي بقى مش عاجباني. يا مش بقى يختار ماشي طيب. لا احنا هنختار حاجه تانية. ايه طيب يا مجدي يا تحتوخ. طيب 8 ولا انت عايز ايه يا عم انت؟ ايش؟ سؤال 8 سمعتها فين؟ يعني ما انتش ماشي من هنا قبل ما جنابه ما يشرف عندنا. فهمت يا روح طنطك؟ طنطي ايه ما عندكش طنط تحزن عليك لو ما رجعتلهاش؟ كيف صح يلا صح نايس يا جماعه رامبو متألق. لا بس هو محمود عبد العزيز. بس هو اهم حاجه محمود عبد العزيز. اهم حاجه التناسق. 2 اكيد. سمعتها فين؟ انا عايز اشوف القرد. ليه؟ عايز اعرف اذا كان لسه بيتنطط ولا جري بطل. الوحوش. جري الوحوش. صح محمود عبد العزيز. احنا خلصنا من كريم عبد العزيز دخلنا في بحب عبد العزيز فشخ عموما يعني فاتنا كتير يعني. ماشي جري الوحوش صح. كده لازم واحد. كده ايه؟ لازم واحد ماشي. يبقى واحد. سمعتها فين؟ وربنا انا بدات اخاف على نفسي من الراجل ده. ما انا طول النهار بعدي قدامه بالبامبز وساعات بيقعدني على حجري. كويسين. واحد. والله جوهر. مشكلتكم ان انتوا بتحلقوا عليهم. انت لو بتبدا انت تختار كان زمان الموضوع اسهل. ماشي يلا بينا. واحد صح طبعا كويسين. اعتقد اصل انا فاكر ان هو انهي واحد بقى؟ ايوه صح صح. طيب ده فيلم ايه؟ كده 7 ما سالش و4 لمين؟ من الحق هم اللي غلطوا فيه. انا اختار 7 بقى. لمين؟ فاكر لي لمين هوافقك. طيب 7 ده اسمه كان كده. سؤال في فيلم. اه في فيلم حب البنات احمد برادة غنى اغنيتين. امم ايه هم؟ نسيني وانا جنبك دي اغنيه. الثانيه ايه بقى؟ ايه الحياه دي حكايه. صح هي دي الاصعب بقى. دي اسمها جنبك هات التتر هات المطعم هات التتر. ايوه لازم بتاعت هي احلى حياه. 7 اللي الجاي. اختاروا 4 يلا. دي بتاعت استاذ حازم. ايوه كده ايوه كده تعالى. اختاروا 4 ما هو لسه 4 لو الجاي. لينا محاوله في 4 كده. سؤال 4 يا جماعه. سمعتها فين؟ بقول لك ايه، محدش قال لك قبل كده انك قواد؟ ايه الشتيمه دي؟ لا دي مش شتيمه، دي معناها انك معرف الناس على بعضيها. اعتقد يعني انا مرض محتاج اروح. يعقوبيان. غلط. انا عارف. غلط قوي. لا ما انا عارف عشان نعرف دي ما غلط ده مش أوي. عادل امام يعني فاهم؟ انا محتاج اشوف هو ده. كل واحد فيهم جاوبه مره فمن غير أنا ما اقول محتاج تاني أشوف حد ده. يقول اجابه. كل واحد يقول اجابه مره وخلاص. الثالث انا محتاج ماشي أشوف. ماشي لو كده. 4 عمر وسلمى 3. هو تامر. ما اعتقد. استنى أنا قلت بس فيلمين ما اصبر تامر. بس احنا عندك اي حاجه؟ خلاص ما احنا كده كده هنختار السؤال وهتدينا ال 10 ثواني بس عندك اي هبده؟ طيب مش اي حاجه خالص؟ بقول لك ايه، محدش شغلانة. قبل كده محدش قال لك قبل كده انك قواد؟ ايه الشتيمه دي؟ لا دي مش شتيمه، دي معناها انك معرف الناس على بعضيها. خلص بقى.
احنا مالناش فيه تاني صح؟ محدش ليه في تاني. خلاص لا ولا تعادل. تعادل. يا رجاله الفترة الأخيرة اللي هتحسب. رامبو بالراحه بقى والنبي في اخر يا فقره. عم ربنا يستر يا عم، هنشوف اذا كان اصلا في الجديد جاب 3 اسئله لمحمود عبد العزيز. انت فاهم لما يرجع القديم هيعمل ايه؟ كده الفقرتين الأولانيين انتهوا بالتعادل. نخش على الفقرة الثالثة بالتعادل. بس حلو معانا الفقرة دي. احنا تمام. والفقرة دي يا جماعة عشان تسهيلا على الناس يعني هي فقرة تعتبر في الأفلام القديمة، يعني سيبنا من حقبة الألفينات خالص، التسعينات ممكن تشبط فيها في أصلاً؟ مقابل بقى. طيرت نص اللي بيتفرجوا انت. ايوه البق ده اكس او دراجون 3 فيرجن الزمن الجميل. لا والنبي بلاش الدخله دي، بلاش الدخله دي. اسمع وحشه والله. صراحة معارك خلينا الآخر هنا يعني، خلينا ده يا عم هات من الاخر. 9. صراحة معارك اختار سؤال 9. سؤال سهل جدا وبسيط. فيلم المتسول. دخلت فيلم الناظر. ايوه حبيبي عبد العزيز بالظبط. واللي ما يعرفش فيلم المتسول. خال عادل امام كان بيوزعه من البيت بتاعه ازاي؟ يروح يجيب شاي من الكشك. شيء ايه؟ شاي شيء ايه؟ اسم مهم جدا. شاي العسكري باين. لا العروسه مش ما شفتش اصلا الفيلم. حبكوا شاي. يا جماعه 16 ايه؟ طيب لا الاجابه مش هتحسب. لا عشان الاسم هنهبدها اسم دي بعد. البرودكت مهم فشخ، هو لابس فيه اصلا. طب ايه بقى؟ ناخد ايه؟ اختار سؤال. ناخد واحد واحد. اسهل سؤال. ماجد هتختار اختار سؤال ايه واحد. ده؟ هيجي دوره بس مش دلوقتي يعني. سمعتها فين؟ خلاص ملوش لزوم يا حنفي. مش ابن حنبل قال تنقض الوضوء، بس ابو حنيفه قال ما تنقضش. مرات مدير عام. لا حرام اجابه صح اجابه صح. اكيد ده اسهل يعني. اكيد ده اسهل ليه؟ عشان ده سهل قوي ومشهور قوي يعني. في ناس ما تعرفوش برضه. يبقى مشكلتهم. ده في ابو التسعينات حنيفه ده. قال ما ينقضش. ده في التسعينات ده. في مقام. الستينات يا ابني. قلت بقول لك في مقام. قلت التسعينات اللي هو في حاجه التسعينات فهتبقى عليك حاجه في انا بقول لك مراته مدير عام. مدير عام. شادية طيب ايوه يمين صلاح معارك اختار رقم. روح. 3 اصلا. سؤال 3 سمعتها فين؟ يا كابتن انا نفسي ابقى مدرب. ايوه بس الامور دلوقتي لازم تبقوا مدربين اجانب. طب ما انا مش من هنا. امال منين؟ انا من كفر شيشتا مركز زفت. 4 2 4. بعد 4. انا ركبه في القهوه. ايوه مش عارف اهبد وهقول الفيلم ده اصلا، فاهم يعني؟ ايوه ده الفيلم اللي كان ايوه ما هو الفيلم اللي فيه كوره كان هيبقى ده. كفر شيشتا لا اجنبي. مجدي تختوخ اختار الرقم. 7. ده سؤال في فيلم ارض النفاق. المهندس كان ماسك مدير مصلحه حكوميه وحسن مصطفى كان موظف تحتيه. اول ما استلم جاي بيشتكي له ان المقاول عمل غلطه. ايه الغلطه دي؟ الشنكل ايه مال الشنكل؟ ما كانش زي المواصفات اللي موجوده، غلط في الشنكل، ركبه غلط يعني. مش درجه ايه في الشنكل. انا عارف ان هي مشكله واللجنه عملت لجنه وبتاع، لكن يا باشا الشنكل ماله جاب الشنكل. انت عايز ايه؟ كان ناقص شنكل. كان ناقص شنكل. انت كنت عارف الشنكل؟ طب عمل ايه في الشنكل؟ هو كان ناقص شنكل فعلا. ناقص كان ناقص شنكل. هو الشنكل ما كانش راكب اصلا. ايوه لان هي كان ناقص شنكل. 44 مليم هو دي ايوه القصه كلها. كان ناقص شنكل. اجابه صح اجابه صح. الله. هو احنا مش في اللعبه دي المفروض عندنا اجابه بتتقال تبقى غلط؟ ما انا ما قلتش اصلا حاجه غلط، انا بقول له الشنكل لا، قال لي ايه في انت الشنكل، قلت قلت له اللي هي ما قلتش مش حاجة مطابق غلط. للمواصفات، كانت اجابه ايوه المفروض تبقى غلط. عشان هو رخم. لا عشان هو رخم فضل مش رخم. اصل الشنكل انا بقول لك اصل بقول له ايه المشكله؟ بيقول لي يا جماعه يا الشنكل. جماعه يا جماعه الشنكل انا دي بتكلم في نقطه. ما انا ما اتضايقتش لما انا قلت لك شاي، قلت لي شاي اسمه ايه؟ ده طبيعي. انت بتسال على حاجه معينه، قلت له ماله الشنكل، قال لك مش مطابق للمواصفات. دي اجابه غلط. ايوه ماشي. صح. طب خلاص لا صح. معلش اقنعني بصراحه. طب ما انت سهلة عرفت الصح. سهلة. انا مالي. ما انت عرفت الصح. مالك بقى 7 ناقص شنكل. صح صح يا اسطى. انت مش هتجاوب دلوقتي. الحرب تكسب. معلش يا جماعه اصل سيبوه في انت الآخر. بتقول الاجابه تاني ليه؟ في اجابه غلط ما تقول. الحمراء. شوفوا عايزين انت عارف المشكله في حاجه؟ كان انا يعدي لي فاكرها له الشاي. لحد دلوقتي. كان يعدي لي الشاي. خلاص اقول لك انا حاجه. قلت غلط اصلا. خلاص احنا لو هتديها لهم ناخد الشاي. تاخد فين الشاي يا مصر؟ اخده هنا 50. كوبايه. ايوه ماشي. ما هو لا انا عاجبني ميك سنس حاجة. في ايه؟ هو قال إن انت شاي وما نفسك قالش مرة شاي. هو كان بيقعد يجيب شاي استغلتها بالعكس. هو اللي جاب ساعه صح. لما قال لك هو اللي اكرم جاب حسني اسم لا الشاي.
ورحت مجاوب الفيلم وحسبها لك صح في اللي يسال ما يتوهش، مع ان المفروض لا وحصلت يعني معايا تروح العكس. للتيم لا التاني. وحصلت يعني معايا تروح للتيم التاني. وحصلت معايا العكس برضو واديتك البوينت عادي. رجعنا لجنه التحكيم وتشاورنا مع بعض وقررنا ان احنا هنحسب السؤال بتاع فيلم متسول لفريق صلاح معارك عشان هم برضه يعتبروا جاوبوا اجابه صح، وهنحسب السؤال بتاع فيلم ارض النفاق لفريق نادي الشفتوح عشان اجابه برضه قريبه من الصح نظرا لصعوبه الاسئله. معلش بقى انا الشاي عندي كان اسمه راي إيه؟ في النقطه دي. الشاي كان اسمه ايه؟ الشاي ام حسن ام حسن. وقال له ما ترجعش غير بيه. معلش. طب انا عندي بقى تعليق على النقطه دي. بما ان احنا ما نعرفش فانا كده المفروض هنختار 6 هنكسب. انا رايي ان احنا ما ينفعش اختار 6 الراوند دي ولا هو يختار 4 الراوند اللي جاي ماشي عشان تبقى فير ماشي. لينا احنا الاثنين. كده فير. ماشي يعني انا هختار 4 دلوقتي مثلا. اختار 6 الله يسلمك. ماشي تمام ماشي مثلا ماشي. او لو ما عرفناش 4 وانت عرفته ما تختاروش. لا ما هو لا لا مش لا هتختاروا الراوند لا الجاي. لا انت ماشي، انت تبدلهولي ماشي. ايوه ما انت مش هتختاروا الراوند الجاي. ليه ما هو بيقول لك اختاروش ما الراوند؟ تختاروش ما- الراوند مش الراوند الجاي. الجاي على طول. ولا بس- انا هختار 6 الراوند ده ولا انت ماشي. تختار 4 الراوند اللي جاي. بس هختاره في الاخر. تختاروا بعد كده. طبعا فريق صلاح معارك اختار رقم. هنختار 4 بقى. ماشي اختار 4 في فيلم لما اروح قايل له 6. في فيلم ده سؤال فيلم لصوص ركن الظرفاء بتاع احمد مظهر وعادل امام. عادل امام واحمد مظهر قالوا لمريم منيب هم شغالين ايه؟ انا عايز الشغلانتين وكل واحد يعني ماشي الشغلانتين بعيد عن مين فيهم كان ايه يعني. ظابط بحريه باين. ماشي الشغلانه الثانيه و طيب ايوه غلط. طيب فريق ايوه صح ولا انا غلط؟ خايف يعني؟ بس نتسال غلط. ايوه بتقول لي الشغلانه الثانيه ليه؟ هم يبقوا وانا سمعوا كنت يعني فاهم قصدي؟ لا بس بس هي لو لازم قلت شغلانه واحده غلط تقول لي لا لو قلت الشغلانه الثانيه كنت هحسبها صح عادي بس هي غلط يعني. لو انت متاكد من دي 100% يلا. لو انت متاكد من 400% لا ما هو قال لك خلاص احنا مش هنجاوبه المره دي فلازم هنختار رقم تاني. ماشي. طيب بس اختار 2 6. و5 و8 4 و6 4 و6 هم كانوا كده. ايوه ما لازم هنختار 6. طيب هنعمل ايه يعني؟ مجدي تختوخ اختار رقم 6 6. ما عندناش غيره. سؤال استر يا رب. 6 مش هنعرفه هم هيبقوا سمعوا زي اللي حصل دلوقتي بالظبط. اتمنى ان انتوا ما تعرفوش. من على وش القفص. في فيلم انت حظ ماشي فيلم معالي الوزير احمد زكي بعد ما تولى انه بقى وزير احنا ايه اللي طلعنا معالي الوزير يا باشا؟ احنا مش كنا تحت. بقى بيحلم بكوابيس. انا عايز 3 كوابيس بقى من اللي كان بيحلم بيهم. 3 كوابيس من اللي كان بيحلم بيهم. هم اولموست 5 يعني. طيب في واحد اللي هو كان بيدفن وجنازته ودي جنازه لا تليق بيا. ماشي وفي واحد اللي هو لما كان لبلبه وبنته عاملين سحر شو يعني واتقطعت دماغه. صح. التالت بقى مش فاكر كان ايه خالص. هم في 5 اصلا حلم 5. لا ما مش فاكر اي حاجه تانية غير دول عشان دول اشهر 2. عايز 3 من ال5 يعني. تايم ولا ايه؟ طيب طبعا. التيم ده حلو قوي بجد. لا انا مش شايفها صح. انا مش شايفها. طيب صلاح معارك اختار سؤال 6 بتاع معالي الوزير. التلات طب جاوب كوابيس. خلاص مش هقول. واحد ان هو راسه اتقطعت والتاني اللي هو الجنازه لما كانوا في التابوت وكده طلع من التابوت. جنازه لا ما التالت تلقش جنازه ما تلقش. ان عطيه خانوا. التالت ان عطيه خانوا وكتب مذكراته وفضحوا فيها وان هو راجل صح فاسد صح وكده. صح 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 كده يا فريق صلاح معارك يكسب الفقره الثالثه من الاكس او. احنا بنحتفل من قبل ما نحط الجول على فكره. ماشي حركه حلوه ضحكوا عليهم وكسبوا الفقره. ضرب الرندم. طيب يبقى كده في 4 اسئله ما تجاوبوش في فقره اكس او دي هقولهم دلوقتي والاجابه بتاعتهم هتبقى في اخر الحلقه. ماشي الجمهور بقى يجاوب. الكومنتات على طول. سؤال 2 في فيلم نادي الرجال السري اسم الاغنيه اللي اتغنت في الفيلم ومين غناها. ماشي. سؤال 4 في فيلم لصوص ركن ظرفاء احمد مظهر وعادل امام قالوا لمريم منيب ان هم بيشتغلوا ايه، كل واحد فيهم شغلته كانت ايه. سؤال 5 في فيلم الايدي الناعمه صلاح ذو الفقار كان بيشتغل ايه بالظبط. سؤال 8 ده سمعتها فين ولما هو صبح وليل قتلتها ليه.
عشان طماعه يا باشا ما بتقدرش الظروف. الاجابه في اخر الحلقه. خش على الفقره الثانيه، هي فقره اللي يسال ما يتوهش. اللي يسال ما يتوهش، انا هيبقى في فيلم في دماغي، كل فريق بيبدا يسالني اسئله عن الفيلم عشان يعرفوا. الاجابه باه هيكمل الاسئله، الاجابه بلا الاسئله هتروح للفريق الثاني. ماشي. عايزين نلعب بقى روك بيبر سيزر عشان نشوف مين اللي هيبدا في الاسئله، او حد يتنازل يعني عادي، شوف زي ما تحبوا يعني. خلاص هنبدا. يخليهم يبداوا يعني. تيم صلاح معارك يبدا. كوميدي. اتفضل اسال بقى. لا حلو قوي. اتفضل. من 2000 ل 2010. اكشن. لا ما يعتبرش اكشن. دراما بقى اكيد. من 2005 ل 2010. حب البنات. يا معلم اهدى. هو حب البنات ده انت حب البنات ده مصنفه ايه اصلا؟ دراما. بجد؟ لا بس هو غلط يعني. دراما عائليه. اصل انا حاسه في سنه كوميدي يعني، يتحسب كوميدي شويه. طب ماشي اوكي. في حنان ترك. لا ما فيهوش حنان ترك. بس مش بقى اي حاجه. من 2005 ل 2010 دراما. في خالد صالح. انا لا ما انا استنى انت بس. قلت لا قال ولا لك لا يا عم. قال في خالد صالح. في خالد صالح انت قلت ايه؟ في خالد صالح. اديتك واحده موت. في بشرى. لا ماشي. في احمد السقا. لا متصور كله جوه مصر. ما هو قال لي لا خلاص. قال لك لا. في منة شلبي. اسال انا. متصور كله جوه مصر. هو الاجابه كانت لا ولا جوه مصر ماشي. هو بطولة جماعية؟ يعتبر ما افتكرش ما اعرفش التاريخ يعني. بالظبط. طب اسال. طيب ما انا مفيش منها شلبي. طيب يا جماعه. اوكي. ماشي. ما هو في قصه حب. دراما. مش مين يعني، مش مين في الفيلم. ايوه بس في قصه في قصه حب. في قصه يعني حب. في في قصة قصه حب. في قصه حب. في طارق عبد العزيز. يا ابني ما هو في قصه حب. في قصه حب. لا يعني في قصه حب. في قصه هو حب. قال لك مش مين. مش مين بس ماشي. مش هينفع اقول مش هينفع اقول لا يعني، مش هينفع اقول لا. ماشي خلاص. طيب اقول لك يا حاجه. جدعان ما السؤال بيبقى على المين. مش مشكله. هو قال له هو اصل هو عام. براحته. هو انا بقول له بقول له في قصه حب. في ممثلين. ما ده سؤال. لا ما عيب يعني. عيب والله. انا مش هينفع اقول له لا برضه. لا عشان هو في قصه حب. تعترض. في قصه حب وليها علاقه بالبطل برضه، بس يعني ليها علاقه ممكن بالبطل. ممكن اسال سؤال. ماشي. في داليا البحيري. لا في طارق عبد العزيز. لا اي شت عايز اسال. خلصوا دوركم. خلصوا دوركم. خلينا نشوف. اسال سؤال كده. بس يا جماعه هو انا بس عشان بس يعني هو مش دراما بحته يعني. هو مش عايز اقول عليه اكشن طيب، دراما. طيب. هو بين البنين يعني. طب السؤال دوري ايه في مشاهد في طيب. السوق. ثانيه. الدور عند مين؟ هو الدور كان عندهم بس في جاب بنت لذينه وطيب. ما هو انتوا سالتوا على السؤال اللي هو بتاع هو اللي سأل وانا طارق سالت طارق عبد العزيز. ساعتها ما حدش يا جماعه. فتح طب استنى. انتوا بتتناقشوا. لا خلاص. كان فتح ازاي ايه؟ طيب خلاص. هو انا سالته قال لي طارق، قصدي هو سالني على طارق عبد العزيز قلت له لا. ماشي. اتفضل ده اسال. السؤال. اسال انا. في مشاهد في السجن. في السجن؟ لا مش في السجن. لا مش في السجن. لا حاسك مش متاكد. لا مش في السجن. لا في نور الشريف. لا رامبو. ماشي. طيب بقى. ماشي. خليك مركز في الموضوع ده بعد اذنك. طيب صح. طيب في خالد الصاوي. لا ايه رامبو. ماشي. اسال على ايه بقى. في منى زكي. لا بهدل. في مصطفى شعبان. انت في هالة فاخر. لا مش على فكره. لا مش على فكره. 2005 ل 2000. في ايه ده يا عم؟ ثانيه هم كده دورهم هم. ايوه ماشي انا مش بتكلم انا دور صلاح معارك.
مش انا مش تايم الدور رجع هنا. في مشاهد على البحر. طبعا في مشاهد على البحر. الفيلم يا جماعه عشان بس تسهيل، عشان بس هو سيمي يعني في اكشن بس مش الاكشن اللي هو ما ينفعش نقول عليه اكشن بس في اكشن يعني. تايم. في يعني سلامه؟ لا. في يوسف الشريف. لا. يوسف الشريف ما عملش مش معاه. ايه هي فوق؟ ما احنا ما فيش لا هلا فاخر ولا منة شلبي جت على يوسف الشريف. طيب صلاح معارك. ايه يا عم الفيلم ده؟ طيب ها هو انت خالد صالح من ساعتها؟ بالظبط انا مستغرب بصراحه. هو على البحر وفي شويه اكشن. آسر ياسين. غلط. طيب هو الدور ايه؟ اقول اسال. اللي هو الحرامي والعبيط. يا عم انا قلت ما فيهوش خالد الصاوي يا اسطى. مجدي تختوخ اساله سؤال. خالد الصاوي دي 4 افلام اصلا. اقول لك حاجه. في محمد رجب. ضمن دستة اشرار. اجابه غلط. يا نهار اسود. لان انا قلت له كوميدي قال لي لا. يا عم استنى محمد رجب خلاص يا عم، فكر صح. الإجابة محمد رجب هو لا في محمد رجب. ايوه. هو انت بتحسب التايم امتى؟ 10 ثواني اهو. ايوه انت بتبدا تحسب التايم لما هو امتى؟ يخلص. الناس قاعده تصوت وبتحسب تايم واحنا ساعتها ربع ساعه هم قاعدين ساكتين ما بتحسبش تايم. لا انت بتهزر. ما بصيتش ساعتها بصيت 10 ثواني. والله ايه المشكله؟ اعمل لك ايه؟ طب اساله سؤال بسرعه. يا عم خلينا. يا عم نمسك حته طيب. اكيد كان دور صغير. خلي الدماغ صاحي. اجابه غلط. لا ده قبل 2005 اصلا. نرجع لفريق تختوخ. صلاح عبد الله. لا. في احمد عز. مذكرات مراهقه. اجابه غلط. يا ابني بالله عليك. لا. سيبني لي سؤال. ملاك اسكندريه. سؤال يا اخي. يا اخي سيب لي سؤال. مذكرات مراهقه ايه اللي فيه خالد صالح؟ في اكشن. يا ابني سيب لي سؤال. قلنا نهدى. يا لهوي. ملاك اسكندريه يا جماعه. انا بص هو انا قاعد انا اسئلتكم منطقيه عادي بس انا مستغرب ان انتوا ما حاولتوش في الممثلين برضو يعني. انت يا ريتك غدا ما قلت عادل. ان في اكشن. غدا عادل دي ما جاتش. ده مش اكشن خالص يعني. دي مره. انا ساعات بصراحه لما لقيت ان ما انا قلتها. بس يعني ده يعتبر دراما. الفيلم ده مين دراما. أيوة، اصل أصل في جريمه. فين أصل الجريمه الأكشن؟ بحس ان هي مرتبطه بالاكشن. فين الاكشن يا جماعه؟ لما دخل الفيلا ومش عارف ده بيقول ده عمل كده. اتكلم معاه هو. كان مش جاي المفروض نزود سسبنس في الموضوع يعني. ماشي ما هو السسبنس ده داخل في سكه الدراما. تقول لنا لا على كله. لا تقول لنا على دراما لا. الدراما ده اللي هو الحاجات الاجتماعيه صح. طلاق وجواز وبيحبوا مشاكل. مشاكل ايه. حب البنات. لا دي مشكلتك انت. اصل هي دي انا ما اعرفش. الدراما دي بص هو الفيلم ده يعني احنا ممكن يبقى سؤال نبقى نساله بس هي بالانجلش بس تريلر. انا ما اعرفش دي معناها ايه بالعربي. طيب 10 يعني. لا فك مش الدرجات دي يعني. طيب كده 1-0. وحشه قوي. مش فاهم ليه. اللي بعده. مش فاهم. 1-0 مجدي. على مذكرات مراهقه دي. بجد مش عارف ايه اللي خلاك. الحمد لله. يا عم انا ضربته. ده اخرة الحمراء بقى. الفيلم الثاني اللي هيبدا معانا فريق تختوخ عشان دورهم بقى. ماشي اتفضل اسال. ماشي. الفيلم ده كوميدي؟ لا. حلو قوي. 2000 ل 2000. لا. يا عم هي جايه كده. اكشن. لا. اتفضل. انت من 2005 ل 2010. يس. ماشي. دراما؟ يعتبر دراما. ماشي. رومانسي. احمد عز. لا. عادل امام. لا. احمد حلمي؟ ايوه. كمل. منة شلبي. ايوه. اسف على الازعاج. صح. صح. صراحه انت كده اصلا مين احمد حلمي؟ انا بقيت فيلم مش كوميدي يعني. انت ازاي تجيب احمد حلمي بدري قوي كده يعني فاهم. هو دراما 2000 حسيت دي غريبه قوي بصراحه. انا قلت هتطول شويه عشان انا فيلم مش كوميدي يعني. بس ماشي يلا ماشي اوكي. بكده اصل هو كل مره بسال عليه. طب البطل كان عنده موتوسيكل وبتاع. ايوه اكيد مره هيجي. مره هتلبس بقى. انت نفسك تيجي. طيب كده 2-0 لفريق تختوخ. ماشي. ايه ده؟ لا انت بتهبط كده.
انا معاك، انا ما لحقتش افتح بقي السؤال ده. ايوه بالظبط. فانا عشان كده ساكت. ما جاليش ما الدور اصلا. اتكلمش صحيح، تصدق ما اتكلمش. انا ما هبطتش، انا ما جاليش دور. فريق صلاح معارك يبدا اسئله عن الفيلم الثالث. الكوميدي بقى. لا لا ما تتقالش كده. لا لا يعني كده. المره دي بقى اكشن. من 2005 ل 2010. اجابه غلط. حاضر. من 2010 ل 2020. 13. احمد عز. لا. احمد السقا. ايوه. 2010 ل 2020 احمد السقا. كريم عبد العزيز. لا. يعني ما طلعوش احنا محمد ممدوح. لا. هو سأل على ايه؟ محمد ممدوح. لا. محمد ممدوح لا. طيب اسمه ايه ده؟ منى زكي. لا. مش منى زكي؟ لا ماشي. هند. لا مفيش غيرها. لا هند صبري. لا هند صبري. لا. مع اصحابه. في مشاهد متصوره بره مصر. لا مفيش. مفيش صح؟ نسأل احنا. 2010. في رجاء الجداوي. انا سألت على منى زكي يا باشا. لا بسأل على حاجة تانية. هو في حاجة تانية احمد السقا ورجاء الجداوي غير تيمور وشفيقة؟ بس فيها منى زكي برضه. ايوه يا اسطى. طلع فيها منى زكي برضه افتكرت. تختوخ. اوكي ماشي. هو انا اللي هسأل ولا انت؟ ماشي. طيب في غادة عادل؟ محمد لطفي. لا. في امير كرارة. يس. هروب اضطراري. صح. ايه ده؟ صح. انا عشان مش فاكر مين البطلة معاه سألت على هروب اضطراري. اوكي. عشان مش فاكر اصلا مين البطلة. غادة عادل قلت يمكن ويوسف تبقى غادة الدين. عادل. دي على البوستر باين. مش فاكر. انا كده شاكك في حاجه في الكاتيجوري دي من ساعه ما قعد يفكر كتير فيه بره مصر ولا لا، وده بيقول ما شفتوش. هو حاجه كده. هي العنكبوت دي بقى. ايوه. لا بس انا ما انا لغيت العنكبوت في الاول بمحمد ممدوح، فانا وبعده من 30 سنه برجاء الجداوي، فما كانش فاضل منى غيره. زكي لا اصلا. انا كنت هقول زين العابدين ده ولا ظفر العابدين. الفيلم الرابع. فريق مجدي تختوخ يتفضل. فيلم كوميدي هيطلع. يس. لازم بقى. كوميدي. يس. ماشي. انا اللي جيت بدري المره اللي فاتت. من 2000 ل 2005. يس. محمد هنيدي. يس. ايه القرف ده؟ اهو بقى هي دي هل المشكله. حد بقى هيجيبها؟ أنا واحد فيهم بقى. طيب احمد السقا. نو. علاء ولي الدين. لا ما كمان. وانا نفسي حد يجيب من اول مره. ايوه ماشي خلاص. طب بس انا قلت نو يا جماعه. في اشرف عبد الباقي. نو. ماشي اللي بعده يلا. انت قلت ايه؟ اشرف عبد الباقي مش موجود. طيب في لطفي لبيب. لا لو هو كان هيبقى فاكره. لا مش موجود. بالظبط يبقى مش موجود. خلاص يبقى الثالث بقى. صلاح معارك. احنا ماشي ماشي. في خالد النبوي. لا. صلاح عبد الله. 99. ايه ده؟ لا. ايه صلاح عبد الله ليه؟ ما كان اسمه ما ايه؟ طلعوش مع بعض خالص. طيب بجد والله؟ نرجع لفريق في سعيد ترابيك. يس. طيب بسرعه يا جماعه. لا سعيد ترابيك مش موجود. مش موجود أصلاً؟ لا اسال انت بقى السؤال بتاعك. سعيد صالح. جاوب. بيليا ودماغه العاليه. صح. صح. انا بقول لك هو الثالث. هي الفتره دي 4 افلام. قاعد بدور. 2 احمد السقا وجانا البيان التالي وبيلي. انا نسيت بيلي اصلا. هو يفتكر تواريخ. وبكده فريق مجدي تختوخ يكسب الفقره الثانيه، وكده نبقى 1-1. شكرا. ونخش شكراً. على الفقره شكراً. الثالثه. الفقره الثالثه معانا هي فقره مشوار طويل. انا هقول مشوار فنان، يعني هقول الافلام بتاعته اللي عملها من القديم للجديد، واي حد هيعرف او هيخمن اسم الممثل ده في النص هيدوس على التوي اللي معاه ويقول لي الاجابه. لو طلعت غلط هقول فيلم تاني بعدها مش من حقه يجاوب، او التيم بتاعه كله مش من حقه يجاوب. تمام؟ التيم التاني هو بس اللي هيجاوب. اول فنان او فنانه معانا، اول فيلم
جحيم امرأة، طريق إلى إيلات، هستيريا، رسالة إلى الوالي. علاء مرسي. صح. لا أنا كاتب 18 فيلم يا راجل، كاتب 18 فيلم. انا هغلوش عليهم. انا مش أنت اقل تجاوب. منكم وطنيه عشان ما تقوليش على المهمه. يا جماعة علاء مرسي ده عامل كمية أفلام جامدة أنا استغربت لما شفت، بس هو الواد راجل جامد قوي بصراحة. طيب هو في رساله الى الوالي اصلا كان طالع بدل محمد هنيدي عشان هنيدي رفض الدور، حس ان هو صغير صغير عليه عليه قوي. يعني. كده بقى ميدو مشاكل، هو وعوشك وعسكر في معسكر وعوكل وانا يا خالتي ومعلش هتتبهدل ومنطقه العايمه وعندليب الدق وطباق الريس وكباريه وحد سمع حاجه والفرح ولسه في كتير، بس انا قلت مستحيل اوصل لكل ده وانتوا تعرفوش يعني، فوقفت يعني. ماشي. الفنان او الفنانه التاني معانا. فنان اول فنان. ما ممكن ممثل او ممثله. ما حددش يعني. ضد المرأة ولا ايه؟ لا حدد النوع. لا مش هيحدد. انا بحب المرأة جدا بس يعني حدد. طيب اول فيلم: اسفه ارفض الطلاق، حبيبي دائما، لا تسالني من انا، الحرافيش، احترس، عصابه النساء، سلام يا صاحبي. مين؟ قول. سوسن بدر. صح صح صح. عطلت في حته ما ينفعش تعطل فيها. معلش. سلام يا صاحبي. قول سوسن بدر. خلاص. يعني اصل سلام يا صاحبي يعني خلاص ايوه مش كان جبتها بس عارف سلام يا صاحبي. عارف اللي وصلت ايه؟ ان هو عمل معايا. ايوه ايه ده يعني ممكن ما تكونش سوسن بدري. انا بقى فقلت لا يقول هو بقى انا اثق فيه اكتر. تقريبا دي الانثى الوحيده اللي طلعت في سلام يا صاحبي. هو انا ما قلتش انثى، انا قلت فنان او فنانه. أيوة يعني سلام يا صاحبي في ناس كتير كان ممكن اقول بقى عصابة النساء دي. ايوه شمس الزناتي بقى. خلاص بنت يعني. ماشي اوكي. دلوقتي هنصعب الموضوع شويه. ماشي. هنقول مجموعه افلام، الافلام دي كان فيها دويتو، يعني كان فيها 2 ممثلين شاركوا في كل الافلام دي مع بعض، سواء ابطال او شاركوا في الفيلم كمشاركه، مش ضيف شرف بس مش بطل في الفيلم. يعني ممكن الممثل اللي انا عايزه ده يكون طلع في فيلم مجرد ان هو طالع دور ثانوي مش دور اساسي. مش تمام. احنا هنقول 2 ممثل. ايوه هو واحد منهم او الاثنين، بس في الاغلب عمرهم ما يبقوا الاثنين، يعني لازم يبقى بطل. بس قصدي في فيلم من الافلام ممكن يبقى دور ثانوي. طيب نبدا باول دويتو. ميدو مشاكل، الباشا تلميذ، عايز 2 بسرعه. محمد لطفي. اجابه غلط. اصلا ماشي خلاص ماشي يا سكيب. هنريح اللي بقى. انت قلت معلش ميدو مشاكل، الباشا تلميذ، عيال حبيبه، رامز جلال وتاني اسمه ايه وحسن حسني. صح. حسن حسني صح. ماشي نايس. هو اللي وقع مني حسن حسني، عمال افتكر ايوه نايس حسن حسني هو الكبير. نايس. بعد كده في احلام الفتى الطايش، شبه منحرف، غش الزوجيه، مراتي وزوجتي، يكون غير حبنا، يعني الحاجات دي كانت هتبين رامز جلال. حسن حسني بقى في باين قوي في اللي قبله. طيب يبقى كده النتيجه 2-1. الدويتو الثاني، اول فيلم 6-7-8، اسماء، طلق صناعي، تراب الماس، ماجد الكدواني ومنى شلبي. إجابة غلط. آخر واحد تراب الماس، نادي الرجال السري. ماجد الكدواني واسمها ايه دي؟ لا مش هي. خلاص إجابة غلط. للاسف نسيت. أنا وقفت عند نادي الرجال السري صح؟ نادي الرجال السري، وقفة رجالة، البعض لا يذهب للمأذون مرتين. ماجد الكدواني والسيد رجب. إجابة غلط. مش اسمه سيد رجب؟ ايوه اتقل مش هو أنا خلصت. اصلا. قول له بقى تاني. 6-7-8، أسماء، طلق صناعي، تراب الماس، نادي الرجال السري، وقفة رجالة، البعض لا يذهب للمأذون مرتين. طيب معنا 10 ثواني. ماجد الكدواني وبيومي فؤاد. صح صح. نسيت بس. نادي الرجال السري والبعض لا يذهب للمأذون مرتين يا جماعة.
لا انا مش فاكر وقفت بيومي فؤاد بص. خلص في البعض لا يذهب المأذون مرتين فهو ده انا كده جايب ماجد الكدواني من اول 6 7 8 ايوه وطال صناعي وطال صناعي بدور بقى في مين وقفه رجاله. طب وقفه رجاله ايوه ده يوم واحد ممكن نفكر بالظبط كده. ما انا بقول لك بيومي فؤاد ايوه فعلا. انا بقى اللي هو البعض لا يذهب المأذون بيومي فؤاد كان طالع ايه انا مش فاكر بقى مش ضيف يا جماعه، بيومي مش فؤاد. يا ضيف. جدعان بيومي فؤاد كان اصلا الرئيس لا ده في نادي الرجال السري. لا يا عم اللي كان بيجي لهم البيت كان بيقول لهم عشان اتفق معاهم هنعمل كذا وهنعمل كذا. كان في الوزاره. ايوه رئيس اللجنه انا بقول لك كان بيقول لهم عشان اتفق معاهم. طيب احنا كده 2-2 الدويتو الاخير معانا دويتو يعتبر يعني ما علينا. طيب الفيلم الاول الرهينه، الشبح، مسجون ترانزيت. احمد عز واسمه ايه الراجل الكبير ده؟ 1 2 صلاح عبد الله. صح صح. هي 5 ثواني من اول ما يدوس مش 5 ثواني يعني بعد انت ما لحقتش اعد والله قلت واحد كنت هخليه كنت هقف اصلا كده اهو ما انا عايز افتكر. سؤال الراجل الكبير بصراحه يعني لازم مش يبقى في هينفع نكس. هو افتكر واحد. بعدها الثلاثه يشتغلونها بقى. كان احمد عز طالع دور ضيف شرف بشخصيته الحقيقيه كان مكتوب. لا خلاص كده هم 5 هم خلاص كده 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 فريق صلاح معارك كسب 3-2 الفقره الثالثه. يبقى كده احنا 2-1 في توتال الفقرات. 2-1. الفقره الرابعه هتبقى تعرف تعد لحد كام. البوردات تجهز يا جماعه عشان هنلعب تعرف تعد لحد كام. تعرف تعد لحد كام. السؤال الاول ايوه افلام ظهر فيها ممثلين بشخصياتهم الحقيقيه. تمام. افلام ظهر فيها ممثلين بشخصياتهم الحقيقيه يعني ده ظهر بشخصيته. لو ممثل ظهر في كذا قول الافلام انا عايز الافلام. تقول الافلام هو الممثل انا عايز الافلام اسم الفيلم وانا بعد كده هعرف الممثل. بدأنا التايم معانا دقيقه. الأفلام، صح؟ افلام لو 2 ممثلين ظهروا في فيلم واحد هنحسبه بواحد طبعا. واحد بس مش هينفع نكتبه مرتين يعني مش هينفع نكتبه مرتين. انا عايز اسم الفيلم هو اللي عدد افلام. كوتين. طيب. خلاص يا باشا انا كتبت 2 طيب رامبو انت كتبت 2 وانت كتبت كام؟ 5. 5 طيب طب قول ماشي نعرف. ما انت بقى فاجئتني اللي هو ورقه شفره عشان طلع فيه خالد ابو النجا وسمير غانم. ماشي انت عايزه محسوب ب2. لا مش لا يبقى انا واحد. فاهم. طيب ماشي بس والتاني فيلم ثقافي يسر. ماشي. في حاجات تانية ما انت جايب حاجات صعبة اصلا. الهوا وانا ولا فاكر 3 يشتغلونها اللي انت لسه قايله. مثلا ده انا لسه انا غلطت ضيف شرف بدور. محمد هيلعب احمد السقا وشريف منير في البرنامج. ماشي. التجربه الدنماركيه منى زكي واحمد حلمي. احمد حلمي ومنى زكي. اشاعه حب هند رستم وهيكل. اوكي. سمير وشهير وبهير احمد السقا. السقا طبعا. وكان في مش فاكر حد تاني. لا كان في كتير. ده انا راجعتهم امبارح بس انا حتى نسيت بس كان في كتير. احمد عز اصلا طلع كان السقا طلع في كذا فيلم على فكره ضيف شرف ده كتير. ما افتكرتش منهم غير سمير وشهير وبهير. مش ان انا افتكرته في الكبير بقى هو قاعد مع نفادي وبتاع كنت هجيب فلان شورت وفانيلا اوكي. سؤال واسع. انا مخي وقف تماما مش عارف افتكر. اصل هي المشكله ان انت مش عارف تمسك لها ليد انت كلها صح متفرقين كلها عشوائيه ملهاش حاجه سكه وتكرها. سؤال عشوائي صح. السؤال الثاني افلام يكون اسم الفيلم فيه رقم مش جزء الفيلم. يعني مثلا ما تقوليش الفيل الازرق 2 لا انا عايز اسم الفيلم يكون فيه رقم. الرقم ده ممكن يبقى اول تاني رابع او الرقم بالظبط يعني اي حاجه متعبر عنها برقم. بالرقم بالظبط كده بالظبط كده. طيب احنا كده تايم خلاص يا جماعه. بص انا في حاجه عايز اسالك عليها فيهم يعني. طب احنا خلاص بس كله يسيب البورد بعد اذنكم. ماشي القلم ماشي. مش عارف انا بكتب عدد بعد 1 2 3 4 5 6 يعني هسأل 7 8 9. ماشي هتسال قبل ما تقول لي يعني عايز تسال قبل ما تقول لي. لا احنا 11. عايز تسال قبل ما تقول لي. ما هقول لك هم 11 ولا 10 بنتين من مصر يتحسب. لا ده مش 10. طيب قول التسعه يا ماشي الف مبروك. ماشي 6 7 8 ماشي الثلاثه يشتغلونها. ماشي واحد تاني. ماشي واحد صحيح. ماشي الهرم الرابع. ماشي 4 في مهمه رسميه. ماشي المفروض دي ارقام بقى تمن دستة اشرار وربع دستة اشرار. هنحسبه ده.
ما هو رقم ده مكتوب رقم. ماشي طيب قول لي 6 7 8 ماشي. الرجل الثاني 365 يوم سعاده، الثلاثه يشتغلونها، 40 يوم في السجن، 45 يوم، 55 اسعاف، الزوجه ال 13 الزوجه الثانيه 30 يوم في العز. صح طيب. صح هو 40 يوم في السجن غلط، هو 30 يوم في 30 السجن. لا ثانيه هو قال 40 يوم في السجن. انا كاتبها 40. لا هو 30 يوم. لا هو 30 يوم في السجن. انا كاتبها 40 وانا هنكر يا ابني؟ لا صح هو 9 تعادل يعني. انا سمعتها تعادل. لا انا سمعتها، انا اصلا عارف 30 يوم في السجن طبعا بتاع محمد رضا ايوه فريد شوقي. تعادل كده حمراء. طيب حمراء. هنشيل السؤال ده، مفيش حد هياخد نقط على السؤال ده، يبقى احنا كده 1-0 للفريق صلاح معارك زي ما احنا. ونيجي للسؤال الثالث. افلام البطل غنى فيها بشرط البطل ما يكونش اصلا مطرب، يعني مش تامر حسني ومش اي حد من الممثلين اللي بيغنوا. انا عايز بطل عادي غنى. اتفضل ابدا. لازم البطل نفسه لازم يبقى البطل بطل الفيلم. اسامي الممثلين، اسامي الافلام اللي البطل غنى فيها. يعني لو ممثل غنى في كذا فيلم كل الافلام بتاعته عادي. طيب احنا تايم كده. تايم خلاص اهو. طيب ماشي. انت كتبت كتير يا ابني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نايس. لا ما اعتقدش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يا اسطى. ثانية واحدة. لو انت برضه شايف في فيلم ان ده ما فيش حد غنى فيه برضه هتقول، وانت كذلك برضه. ماشي. لا يلا. المشكله ان انا في فيلم في الاول كنت يعني شلته بسبب ان انت قلت لي لازم يبقى البطل. في واحد هي دي هيتشال المشكله يعني. ان هو كان ممثل عادي. لا مش البطل. بطل الفيلم يعني ماشي. بطل او من الابطال يعني فيلم. لا مش ممثل عادي طبعا. في واحد هيتشال بطل او من الابطال يعني ممثل رئيسي في الفيلم. ايوه طب يعني كده اسماعيلية. يبقى مش هشطب عليه. بس ما رايح جاي. طب قولوا يا عم، قولوا خلاص. قولوا قولوا. انا اللي كنت بتكلم فيه ان هو الطريق الى ايلات ان محمد سعد غنى فيه. دي حقيقة. محمد سعد. طب ماشي بس ده دي مش حقيقة بس مش بطل. انا مش اغنيه. ثانية. هو غنى. هو غنى في الفرح. غنى في فرحه هو. انا مش فاكر. غنى في فرحه بس هو. هو مش بطل. هو دوره صغير يا جدعان فشخ. ما يعتبرش من الابطال ما يعني. هو اساسا الفيلم مالوش بطل. لا الفيلم نبيل الحلفاوي وعزت العلايلي. مش هنهزر. ده اول فيلم باين. هتحور. بس واحد من ملوش بطل. عيب بقى. واحد من الجروب. واحد من المجموعة. واحد من الجروب. تقديرا لمجهوده. هو انا عموما يا جدعان، انا قصدي يعني بس خلاص اللي تجاوب يعني. بس انا قصدي الاغاني اللي هي صح. فيها مزيكا وفيها صرف اتحصل في اغنيه وحد كتبها. انا عشان كنت بجيب محمد سعد. ايوه بالظبط كده. اللي بعده الليمبي اللي بالي بالك. محمد هنيدي، احمد حلمي، الحاجات دي يعني. ماشي يلا. يبدا بقى يقول من الأول. طيب خلاص، ما هو نبدا من الاول بقى. طيب فريق مجدي تختوخ قول لي كده افلامك. الليمبي، اللي بالي بالك، عوكل، بوحه، كتكوت، صعيدي في الجامعه الامريكيه، همام، زكي شان، ابو العربي، كابوريا، تتح، عندليب الدقي. وقع مننا احمد زكي. احنا كان زماننا كان بيت 17. مستر كاراتيه. ايوه هو عايز يقول لي احمد زكي ليه حاجات تانية بس. ويعمل لكم احمد حلمي اصلا. لا معايا احمد حلمي. حلمي انا كتبت زكي شان مش فاكر. الليمبي. الليمبي اللي بالي بالك، عندليب الدقي، همام في امستردام، صعيدي في الجامعه الامريكيه، اسماعيليه رايح جاي، 55 اسعاف، ميدو مشاكل، تتح، واحد صعيدي، عوكل، كتكوت، بوحه. عندك اي واحد اعتراض؟ صعيدي محمد رمضان غنى. طبعا. اديك في الارض تفحر، اديك في سقف تمحر. جوه الفيلم في الديسكو. ايوه في الرقص. اوكي. انا عشان بقول لك انت لو عندك اعتراض قول. لا يلا هي يا باشا. لا هي اللقطه الصح بتاعت محمد هنيدي في اسماعيليه رايح جاي ان هي يعني فاهم. كمان. انا ما فكرتش طبعا ده هو اصلا على بس هو ده بس هو في قلبه بس غنى. ايوه على بوستر قلبه مع ايوه انا نفسي انا نفسي واد طيب حبيبي. ده دويتو ما غنى معاه محمد فؤاد. مشكله. ما هو غنى. بقول لك مش مغني وغنى بس الغرض من السؤال. قلبه بتقول لي مش مغني وغنى. هو اصلا ده كان على الالبوم اصلا. ايوه البوستر بتاع محمد. هو محمد فؤاد تيشيرت احمر وتيشيرت موف وشورتات بيضاء. السؤال الرابع. افلام شارك فيها او كان بطلها، يعني مش شرط الممثل ده يكون كان بطل، لا ممكن يكون شارك بس في الفيلم او بطل ممثل كوميدي بس الفيلم مش كوميدي. هقول تاني، فيلم شارك فيه ممثل كوميدي بس الفيلم نفسه مش كوميدي. ممثل كوميدي يعني ايه؟ يعني ده متصنف كوميدي. محمد هنيدي. محمد هنيدي، محمد سعد، احمد حلمي،
يعني كوميديان طلع في فيلم مش كوميدي بالظبط كده. بس فيلم ايا دراما. كان بقى هو ايا كان دوره ايه في الفيلم. كوميديان بفيلم دراما. فيلم دراما. فيلم بس انت لا معلش قول لي. اصل في حاجه في واحد عايز بالظبط تسأل كده عليه؟ ده كوميديان ولا لا؟ ماشي. انتوا تصنفوا كوميديان ولا لا؟ كريم لا ولا طبعاً. مين؟ عادل امام بالظبط. لا عادل امام كوميديان طبعا. عادل امام كوميديان انا براحتك. ممكن ارسل لك دلوقتي ايوه أفلام مش لا اصل عادل امام عادل كوميديان. إمام عادل امام اول ما طلع كوميديان. كوميدي وافلامه يعني لا افلام عادل امام عادل امام كوميديان. كوميديان ايوه أصلاً. كوميديان يا جدعان. في حد يقدر يقول كده؟ ماشي. ما ينفعش نقول عادل امام ده يتصنف. انت تصنفه ممثل مش هينفع تقول مش هينفع تفكر اصلا. ده مسرحيات بس لا عادل امام كوميديان طبعا. كريم عبد العزيز اللي ممكن وانا بصراحه ما بصنفش كريم عبد العزيز كوميدي. ما ينفعش تقول عليه ممثل كوميدي. ايوه هو بيعمل لايت كوميدي. ماشي. طيب اديت لهم الليد نبدأ. انت كتبته وخلاص مثلا ما علينا نبدا. واحد قلم كسبوا طبعا. قلم. كسبوا طبعا ده ملل البورت ما هو خط كبير. طيب حد يعدلنا كده. لا قليل طبعا احنا دول 10 1 2 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كام؟ 11 11 هيطلعوا 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 كاتب كتير بس بقى. ممكن يبقى فيهم حاجات بالظبط. ما انا عشان كده بقول بقى. طب قول كده يا رامبو نشوف انت ال 11 كلهم معانا ولا لا. ثروت يقول الاول. احنا اكتر. ما انا عارف ان دكتور بس عايز اسمع على افلام. ماشي. النمر والانثى، جزيرة الشيطان، الحريف، اسف على الازعاج، المشبوه، حب في الزنزانة، شمس الزناتي، الغول، الطريق الى ايلات، حتى لا يطير الدخان، سلام يا صاحبي. ما فهمش حاجه. عادل امام بقى. هو جزيرة الشيطان مش كوميدي. لا لا مش كوميدي صعب. انا اصلا كنت هقوله بس احنا مكررنا ما بينكم؟ لا اكيد اعتقد حب في الحريف. الزنزانة. ماشي نقول بقى. قول بقى. الحريف، المشبوه، طيور الظلام، الارهابي، حب في الزنزانة، الارهاب والكباب، المنسي، اسف على الازعاج، سلام يا صاحبي، زهايمر، لو عايز تحسبه احسبه ما اعرفش. لا بس زهايمر ما كانش كوميدي. لا 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 الاساس فيه ضحك طبعا. كوميدي بلاك كوميدي ماشي. بس ما ينفعش الغي لا، رجعنا لا، 9 رجعنا 9. ماشي. الرهينة 6 7 8. ثانيه انت الرهينه قصدك ايه؟ ماجد الكدواني. لا بص هو الرهينه يعني فاهم انت انا بصنفه كوميدي عادي يعني. انت تصنفه كوميدي براحتك هو مش كوميدي يا باشا انت كده هو في مواقف كوميديه بس هو في حاجه اصلا في حاجه. لكن هو اكشن. طب ثانيه واحده هو انت ماجد الكدواني اصلا مصنفه كوميدي؟ بطل هو لا مصنفه ماجد كوميدي الكدواني اصلا. كوميدي طبعا. من اول ما طلع. ماجد الكدواني أيوة، ممثل ماجد كوميدي صرف كوميديان صرف. طب انت بقى ماجد من أول ما الكدواني طلع. ما جبتلوش ليه الافلام 6 7 8 ما انا لسه بقول اهو. اصل ماجد الكدواني عنده حاجات يعني عنده ما أنا حاجات بقول كتير. 6 7 8 ماشي الاسكندراني، تيتو، وليله البيبي دول اللي فيهم احمد مكي، حب البنات هتحسبه كوميدي نشيله برضه. لا حب بنات مش طيب خالي من الكوليسترول، اشرف عبد الباقي يا باشا هو كده كده كسبان ايا كان حتى لو طار 3 4 هطير 3 يعني هقول لك انت ايه مش تاني. مقتنع بايه اصلا؟ إيه في مكي عندك مشكله عليه؟ عندك اعتراض عليه ان هو لا ممثل لا كوميدي؟ ميت كوميدي. بس خلاص ادي دول فيلمين. ميت كوميدي طبعا. حب البنات عندك اعتراض عليه نطيره. انا حب بنات مش مقتنع بيك. ادي حب البنات. يعني خالي من الكوليسترول عندك اعتراض عليه؟ بتاع اشرف عبد الباقي هو ما فيهوش كوميدي. هو في حته كوميديه في الاخر حته الاعلان بس دي ما تعتبرش كوميدي يعني. الاسكندراني عندك اعتراض عليه؟ ما ده بيومي شفتوش فؤاد. أصلاً بيومي الاسكندراني فؤاد يعني. 6 7 8. لا أكيد ما فيش كوميدي خالص. الرهينه نطيره بس خلاص ما انا وزهايمر نطيره. الباقيين كلهم تمام. طيرت 3 من 17 في 14 بس. طيب يبقى كده فريق صلاح معارك كسب الفقره الرابعه معانا وكده يبقى كسب الحلقه 3-1. ونقول مبروك لفريق صلاح معارك. حاول ماشي. احنا اسفين 10 ايوه. ولو بقى لو لا دي حاجه تانية بقى. ده انا عايز اقول حاجه تانية للناس اللي بتتفرج علينا. ايوه الاسئله اللي احنا سالناها بتاعت تعرف تعد لحد كام، اللي يعرف افلام تانية يكون ظهر فيها ممثلين بشخصياتهم الحقيقيه يكتبها لنا في الكومنتات. يكون فيها بطل كوميدي بس الفيلم مش كوميدي يكتب لنا. يكون في فيلم فيه رقم برضه يكتب لنا. يعني كل الاسئله دي اللي يعرف افلام تانية غير اللي اتقالت في الحلقه يا ريت يكتبها لنا في الكومنتات. عايزين تفاعلات كده يا جدعان. تفاعلات يعني نخش نكتب كومنت ولايك ونشير ونقول لاصحابنا خد بص التعالى الجامده بس. ليه ما بنعملش الحاجات دي؟ لا عايزين نلعب معاهم وان شاء الله نحاول نعمل كده والحاجات الحلوه دي هيعملوها. تيني شوكي. احنا جايبين تين شوكه يا جدعان. بيسو جاب لنا تيجي ما رضيتش اجيب ايديا فاضيه جبت تيني عايزين شوكي. برضه نشكر بيسو ان هو جاب تين شوكي. نعمل في الكومنتات للناس. لا عشان هو التيني بقى شوكي. الطبق ده بكام؟
صحيح ده الموضوع لا مزعج. امانه لازم. معلش. دي مش دعايه. لا لا عادي جنيه والله، بس وجبت 3 اطباق وقلت له هو 100 جنيه. ده حلو الديل ده. 100 جنيه دي زمان كنت تاخد العربيه بالظبط. والله. بس خلاص كده. تروح ماشي. ما ننساش بقى ايه اللايك والشير والسبسكرايب والانتراكشنز والكومنتس والشير خش بقى على الجروبس، اكيد في جروبس كلنا في واتساب نروح حاطين الحلقه. بصوا يا جدعان انا لقيت ناس جامده فشخ تاني برضه بتعمل خلاص يا عم انت هتصحى. وكملوا معانا للاخر عشان اجابات كل الاسئله اللي ما تجاوبش عليها هتلاقوها جايه دلوقتي. سلام. شكرا. بس النهارده هقول لكم سؤال واحد ده بسنه اداء وانتوا تشوفوا كده هتعملوا ايه بقى. انا عارفه للاسف بس انا مش فاهم. بقول لك ايه، هو زكريا ده ما حاولش يتحبرش بيكي، لا زكريا تبارك الله قمه في الاخلاق والادب، وانت قمه في قله الادب والسفاله انك تفسريها في وش كده. هو ده الاخرك في الاداء مين يعني؟ بيتكلم تبارك الله قمه في الادب؟ مين بيتكلم كده؟ ايه ده؟ انا اعرف مين بيتكلم بالطريقه دي؟ مش عارف. طيب في المغرب عمرو عبد الجليل. عمرو عبد الجليل والبنت المغربيه كازابلانكا. هو ده كان في كازابلانكا اصلا. كازابلانكا بيسال على زكريا اللي هو احمد داش. احمد داش حاول يسبقني. لا انا شفته، ما انا شفته يا هو ابني، بيقول مش فاكر للدرجات. ايوه. حسيت انه مشهور ما علينا. انا لا انا ناسي ان هو ما هو زكريا دي ودتني في حاجه ثانيه خالص. لا زي احمد داش اسمه زكريا. ماشي طيب السؤال الثاني ايه؟ زكريا اديله فلوسه. سؤال 4. السؤال ده يا جدعان انا استغربت انتوا ما جبتوش. بتاع ايه ده كله حشيش وقصدي بانجو عرانيس ده بوب مارلي في حرب العالميه الثالثه كان بيقول لي كده لاحمد فهمي وماشي. ايوه كان بيديله فلوس. ماشي. السؤال بقى الخامس. أيوة. الفيلم ده انتوا اعتقد يعني في كتير منكم ما اتفرجش عليه. انا اتفرجت عليه. لا ما اتفرجش عليه. ده فيلم لاشرف عبد الباقي. رشا جريء. رشا جريء. يا دين انا اتفرجت عليه. انا عارف الافيه. ما لا، هو انا في عارف حد- الافيه بس مش لاقط. انا قاعد ان الف. هو ممثل، هو ممثل. انا قاعد الف على الافلام اللي انا اتفرجت عليها قريب فيها واحد ممثل. يعني انا اتزاولت في جواز بقرار جمهوري عشان سعيد صالح كان طالع كومبارس. فقلت كده. وكان في مشكله مع مخرج برضو. كان خالد يوسف. والله خالد يوسف مخرج الفيلم. خالد يوسف مخرج الفيلم وكان وكان طالع هو اللي مخرج بيطلعه في الفيلم. بقفاه وبتاع. وهو اللي كان اللي هو بيصور. اخرس اخرس. طب هو اللي بيتقال له كده ده محمد شرف. ده البدله. المشهد ده فيه عمرو عبد الجليل. وانا بقول له، انا قاعد اقول له عمرو عبد الجليل بس مش فاكر قالها لمين ولا في ايه. عمرو عبد الجليل وشه تامر ازاي اصلا؟ كان بيتكلم مع الراجل في ايه بقى؟ بتاع الميه اللي قطع صرخة نمل. مستحيل. انا ما اعرفش. راجل لا بس انا شفته. لا بس بعيد. لا بعيد قوي. ما جاش في دماغي. ما جاش في دماغي. انا افتكرت. انا اصلا انا بتعلق على الناس على بعض دي سكه لامل. لا ماشي. طيب كده احنا معانا لسه اسئله. كام سؤال؟ معانا 4 اسئله لسه ما تجاوبوش. 2 5 نسالهم بقى فور فن يا جماعه سريعا. 8-4. 4 وعارف بتاع اللصوص لكن ظرفاء. ظابط ودكتور. بس جبت منين ظابط بحريه؟ ما اعرفش. انا قلت معاه عشان ظابط ودكتور. زميل مش عارف ممدوح. ظابط. ما هو كان ظابط ما كانش بحريه. هم كانوا في القاهره اصلا عادي. ليه بحريه؟ انا اصلا كنت اقول دكاتره بس انت لما قلت لي هم شغلانتين. ساعتها طب قول ده قال ان انا هو قول لي وزير دكتور. ابنها. انا قلت ظابط قول لي دكتور. انا كنت عارف ان هم كانوا دكاتره. ماشي. ده قال دفعه ابنها والتاني بيكشف عليه. ايوه صح. ايوه بالظبط. ايوه عشان كده اتزقل لي لا شغلانتين. كان في ظابط عشان انا فاكر ان هي جابت لهم ابنها الظابط هيقابلهم حاجه كده. قلت يبقى دكاتره دي فظاعه. احنا لازم كل واحد ياخد سؤال تاني من 2 5 8 وهو ده اللي يحدد مين اللي يكسب. بس يا عم ريح بقى. اسكت بقى. احنا كسبنا خلاص. بس مش احنا بدلنا ووافقنا اهو. مالك يا عم في الحمد لا لله. لا 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 الحلقه لا الفقره دي لا باظت. انا عكست سؤال اللي هو الفيلم بتاع جري الوحوش ده كان المفروض يبقى في الفقره دي بس ماشي ما علينا خلاص. الحمد حصل لله خير. عادي. حصل ما خير. احنا- حصل خير. طيب انا هقول السؤال رقم 2 بقى بتاع اللي قبلها. مش مشكله. هو كان سؤال في فيلم نادي الرجال السري اسم الاغنيه اللي اتغنت ايه؟ فين دي؟ فيلم نادي الرجال السري فيه اغنيه اتغنت. بتاعت اكرم حسني. مش فاكر كان مش فاكر اسمها ايه. فاكر اكرم محدش كان هيجاوب يعني السؤال مش ده. فاكر اسمها ايه. طبعا جزعت من الحريم. جزعت من الحريم. ماشي طيب. هي دي بالظبط. 8 ماشي. سؤال 8. ولما هو صبح وليل قتلتها ليه؟ عشان طماعه يا باشا ما بتقدرش الظروف. النوم في العصر. صح. النوم في العسل. كده انا طلعت مع جامد. ايوه حلو اهو انت بتكسب. هو ايه السؤال اللي فاضل؟ 5؟ 5. مناديل بس. هو 5 كان ايه اصلا؟ ده سألناه؟
5 ما تسالش لا. ده يعتبر من ضمن الاسئله اللي انا بعتبرها سهله يعني، بس انا حطيتهم بالترتيب كده. طيب ده في فيلم الايدي الناعمه. يا لهوي صلاح ذو الفقار كان شغال ايه؟ مدرس. غلط. هو ما كانش شغال حاجه، هو كان عامل دكتوراه في حتى. صح كده. ماشي ما كانش لاقي شغل اصلا. ماشي بس هو كان دكتور في حتى. ماشي دكتور صح، انا قلت قلت مدرس. ده قلت دكتور بعد كده. دكتور في حتى بالظبط كده.